ازيكم عاملين ايه؟ اتأخرت صح؟ انا عارف ان انا اتأخرت جدا وبصراحة مفيش مبرر اتأخرت ليه غير ان مفيش افكار بصراحة. بس انا لازم اجي على نفسي وافكر في اي فكرة واي حاجة تيجي في بالي اعملها. انا عارف ان انا اتأخرت، لكن ان شاء الله هحاول بقى منتظم. كل مرة اقول نفس الكلام وفي الاخر بقعد اكتر من شهر برضه ما بنزلش وارجع انزل اقول نفس الكلام. لكن المشكلة سبب الافكار والله. بس هي دي المشكلة. المهم بقى فكرة الفيديو ده ارجع لكم. الفكرة هي بقى زي ما احنا عارفين ان كل نص بيشغل نص الجسم التاني. يعني نص المخ اليمين بيشغل النص الشمال، والعكس صحيح، الشمال يشغل اليمين. وانا قايم مثلا لو بلعب كورة بشوط باليمين، بكتب باليمين، وكل حاجة بقى اعملها باليمين غالبا. والشمال دي بتدخل مساعد في الاحتياط او في الاوقات المهمة او لما احتاجها بس بتدخل. لكن غير كده كله باليمين. فانا جاي في الفيديو ده جاي بقى اشغل النص اليمين مع النص الشمال، يعني احاول اخليه اساسي زي اليمين، واخليه يشتغل كده في اوقات. يعني مثلا بكتب باليمين ايدي وجعتني ابدل بالشمال، وهكذا. ده اللي انا هحاول اعمله في الفيديو ده، واشوف بقى اقدر انجح ولا لا. مش عارف الفيديو ممكن ياخد مني كام يوم كتجربة او كمحاولات، ولا ممكن يخلص في اليوم واحد زي ما انا بصور كده دلوقتي، معرفش. مهم متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، تحطوا لايك، ويلا نبدأ. اول تجربة معايا هي ال- القلم والورقة عادي. هكتب مثلا الكلمة دي هكتبها اول مرة بايدي اليمين وهنشوف شكلها عاملة ازاي، وتاني مرة بقى بايدي الشمال، وافضل اكررها لحد ما احس ان الخط مثلا او اللي انا قدرت اكتبها. واشوف بقى هل اقدر التزم في الكلمة دي او اخليها احسن خطي بايدي الشمال او اخليه يتعود اللي هو اصلا يكتب. فده اللي هنعرفه. بس اول حاجة مثلا اول كلمة هي هتكون اشتراك. انا عارف ان خطي اصلا وحش وحتى باليمين وحش، بس هنجربها بالشمال. نجرب بقى نكتبها مثلا اول مرة بالشمال. موضوع صعب نمسكه اصلا، يعني هو نفس المسكة لكن هنا مش هي دي بقى اللي جنبها. بصراحة معاقة والفرق ايه باين. فانا بقى هحاول احسن خطي بالشمال. عايز اعرف بس لو كتبت كلمة بالانجليزي هتكون اسهل. ميزو اهي في الاخر برضو معاقة. بس ده اللي هعمله. هفضل بقى اكتب كلمة اشتراك دي كتير لحد ما اشوف اوصل لنتيجة كويسة او نتيجة قريبة من كنت بكتب بايدي اليمين. وفي الاخر بقى هحاول اعمل تحدي مثلا ان انا اكتب بالايدين مع بعض. الموضوع صعب اصلا بس هحاول. وفي نفس الوقت هجيب الكورة واشوطها بالشمال، وهكذا هعمل تجارب كتير لحد ما احاول اوصل لاقصى درجة اللي انا اعرف استخدم نص الشمال في الوقت اللي انا عايزه عادي، مش لازم في الاوقات المهمة او لما يحصل حاجة يحصل استعمله. بس ده اللي انا هجربه. نبدأ بقى. بصوا يا جماعة، اكتشفت غلط اصلا في الكلمة. انا من بدايتها نسيت اكتب الالف قبل الكاف. انا خلصت. بصوا انا وصلت لاخر الصفحة، يعني من اخر واحدة كتبتها، من اول واحدة كتبتها يعني ثانية. اول واحدة كتبتها، اخر واحدة كتبتها ودول الباقي. حاسس ان في حلو وفي حلو وفي حلو وفي وحش في نفس الوقت. يعني في واحدة قبلها حلوة وفي واحدة بعدها وحشة. فاهمين قصدي؟ فانا مش عارف بصراحة. هل انا شايف اداء كويس؟ بصراحة لا جدا. مفيش حاجة حلوة، يعني واحدة حلوة واحدة وحشة، واحدة حلوة واحدة وحشة. يعني انا لازم اثبت حتى لو حلوة وحلوة حلوة حلوة. ما ينفعش افضل كده كله. فمش عارف، هضطر اجرب اكتر واكتب كلمات اكتر. بس انا حاسس ان كلمة اشتراك كبيرة شوية، فنغير الكلمة مثلا دي كلمة من بإيدي اليمين عادي. نجرب بقى واحدة بالشمال. دي بقى اللي بإيدي الشمال. هقعد بقى اجرب كتير برضو زي المرة اللي فاتت، وفي الاخر اجي اقول لكم عرفت اعملها احسن من اول مرة ولا لا. A few moments later. خلصت ودي النتيجة. مش عارف في فرق ولا لا من اخر واحدة، بس بصراحة بصوا في واحدة عجباني هنا.
دي حسيت نفسي عملتها كويس. دي اما الباقي عادي. دي من اول واحدة برضو زي كلمة اشتراك، في حبة صح وحبة غلط، فمش عارف بصراحة، مع اني بستعمل ايدي الشمال في حاجات تانية، بس حاجات عادية ما بعرفش استعمل فيهم ايدي اليمين، لكن الحاجات الاساسية مثلا زي الكتابة كده ما اعرفش استعملها. وغير كده انا ايدي وجعتني جدا، واحس ان مخي بيقول لي انت بتعمل ايه، مخي برضو مش عايز يتعود مع اني كتبت كتير، بس برضه هكمل. وعلى فكرة الفيديو ده كنت بفكر اعمله كله في جزء واحد لحد ما اعرف اكتب كلمة عدل، او لحد ما اتقن ازاي اشغل ده مع النص التاني، بس قلت ممكن اعملها سلسلة هتبقى حلوة، على الاقل تبقى سلسلة فيديوهات اللي انا احاول اشغل نص مخي عشان يكمل النص التاني مع النص التاني، فاهمين حاجة؟ بدل ما انزلش فيديوهات. بس يعني احنا كده خلصنا، ده مش اول جزء، لسه في حاجات تانية نعملها، مثلا الكتابة خلاص انا شايف نفسي ممكن نجرب اخر كلمة، يعني عملنا لايك واشتراك، جرب بقى شير. شير كلمة سهلة يتكتب من 3 كلمات، نجرب بقى أول مرة كده، دي بقى نبدأ نكمل بقى عليها. A few moments later. وخلصت، دي كانت أول واحدة وعملتها. بص أنا في الأول مشيت كويس كويس كويس، وبعد كده عكيت فضلت أعك لحد ما رجعت تاني وعملت كويس. يعني بصوا آخر كام واحدة دول تحسهم حلوين ومنتظمين، دول عجبوني بصراحة. بس بقى بصوا أنا إيدي برضه وجعاني برضه، مش عارف إيه اللي حصل. نجرب بقى جملة طويلة مع كل الكلام ده. وايه الجملة دي؟ نكتبها باليمين الأول. أنا غبي، أنا المفروض أشيل الورق ده عشان لو عملت أجزاء تانية اتقطع، مش مهم هسيبه ونبقى نكمل عليه. هنقطع كل الورق ونبقى نحطه مع بعض في الآخر. الكلمة هي اعملوا لايك واشتراك في القناة واعملوا شير. دي بقى كلها بالإيد الشمال. نجرب بسم الله. اللي تحت بقى دي بالشمال، انا شايف ان خطي بالشمال احلى من خطي باليمين، معرفش ازاي. بصوا بقى نرجع نجرب اول كلمة كتبناها خالص وهي كانت اشتراك. بصراحة انا شايف فيها فرق من اول مرة. استنوا، طب احنا كتبناها مثلا، كتبنا كلمة بالانجليزي اللي هي كانت اول كلمة ميزو اهي. بصوا اول مرة كده. بصراحة انا شايف تطور، بس مش عارف اقدر اكمل واعرف اخلي اللي انا اتحكم فيها اسهل، واعرف اتحكم فيها واكتب صح من غير التعوق ده ولا لا. ده اللي هنعرفه في باقي الاجزاء او في باقي الرحلة، وانا بحاول استخدم نص مخي اليمين يكمل نص مخي الشمال يشغل النص الشمال. حد فاهم حاجة؟ وبس. بصراحة كنت بفكر اعمل حاجات تانية، لكن انا شايف ان انا طولت قوي اللي انا اعمل دول. بصراحة انت ممكن متكونش شفت ده، لكن انا عملت حاجات كتير، وانا شايف لا خلاص على كده. والحاجات التانية ممكن اعملها في فيديوهات تانية وفي الاجزاء التانية زي ما قلت لكم. وشايف ان انا قافل على كده وبس. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ونعملها سلسلة على اقدر اخلي النص يشتغل مع النص تاني ولا لا. وانا شايف ان انا وصلت الاداء، مش عارف بصراحة قيموه ليه. اكتبوا انتوا في التعليقات، ويلا سلام.